كما أن منطلقه البيئة السوسية المحضة، لكن الإشعاع لم يعد يقتصر على المحل بل تجاوزه بكثير، فهو إشعاع امتد إلى الآفاق، وهو إشعاع علمي وأدبي وصوفي. وهذا التدافع بطبيعة الحال بلغ آفاقا امتد كذلك في الزمان، بحيث إلى الآن ما زالت الطريقة الجازولية هي طريقة من أولى الطرق التي تستقطب. لذلك لا مراء من البحث في الأصول. وأذكر هنا فقط أن هذه الندوة أو الندوة التي أقيمت بأكادير في مارس 2012 هي ندوة نتغير منها أن تكون بداية، بمعنى أن تكون هناك ندوات أخرى تطرح فيها قضايا موضوعاتية وإشكالات موضوعاتية. خلال هذه الجلسة المباركة سنقوم بقراءة الكتاب. قراءة الكتاب قراءة عمودية تقنية، فالكتاب يحتوي على 526 صفحة، ويحوي كذلك 20 مداخلة من تخصصات مختلفة، حقول، صوفية، أدبية، إلى غير ذلك وهلم جرا. ويضم الكتاب 4 محاور، لذلك آثرنا أن تقسم هذه المحاور إلى 4 كذلك في خلال هذه الجلسة، وأن يناط كل محور بأستاذ متخصص. فالشكر موصول لثلة الأساتذة ولكل من ساهم تأطيرا وإشرافا وتكليفا. وقبل ذلك أذكر أن الجلسة الافتتاحية آثرت اللجنة أن تؤجل إلى الجلسة الختامية. لماذا؟ لأن هناك أسباب كثيرة، من بينها أخص منها درءا للوقت. كذلك لاحظنا أن جزءا من هذه المداخلات وردت في الجلسة الافتتاحية. فبالله نستعين، أعطي الكلمة للأستاذة خديجة الرازي، وهي متخصصة في المجال السوسي، خاصة مجال المظاهر الصوفية، وهي أستاذة بشعبة التاريخ بكلية الآداب، فتتفضل مشكورة. التقديم التقني بطبيعة الحال أشارت إلى مجموعة من المواضيع التي يشير إليها الكتاب. أما التقديم العلمي ففيه إشارات وإيماءات إلى سياق الطريقة الجازولية مجاليا وتاريخيا، وأبعاد هذه الطريقة وعواقبها وتأثيرها على إشعاع بين نظيراتها، أي بين نظيرات الطريقة الجازولية. انطلقت الأستاذة من المنطلق الأساس، وهو الشخصية الصوفية التي كانت منبتة هذه الطريقة. والمنطلق الثاني هو إصلاح الذات، ثم إصلاح المجتمع ومعالم هذا الإصلاح وضوابطه وتوجهاته. والمنطلق الثالث هو التفكير في الامتداد. لماذا استمرت هذه الطريقة إلى الآن؟ لكن التفكير في هذا الامتداد يفرض علينا أن نقوم بقراءة نقدية لهذه الطريقة وأن نحسن التوظيف. شكرا للأستاذة. والآن ننتقل إلى المحور الثاني، تكفل به الأستاذ عبد الله ستيتو، وهو أستاذ التحق بكلية الآداب مؤخرا بكلية الآداب بأكادير مؤخرا في شعبة التاريخ، وهو متخصص في مجال كافلات، وخريج بهذا المجال، خريج كذلك بتعامله مع المظاهر الصوفية. فليتفضل مشكورا. اعتمد تحليلا أفقيا وعموديا، وركز بالخصوص على المرتكز الأول، كان منصبا حول شخصية الجازولي، مداركه وأوشامه وما خلفه من أثر مادي وروحي في الداني والقاسي.
المرتكز الثاني مميزات الطريقة بين نظيراتها من حيث الأصالة والبساطة والإشعاع المنقطع النظير والممارسة الصوفية التي استمرت في الزمن. المنطلق الثالث وهو منطلق منهجي انطلق من أن الممارسة الصوفية استمرت في الزمان، فهناك كذلك مواكبة علمية حيث استمر التأليف، وهذا التأليف يقتضي البحث والاستقصاء في كل وقت وحين. ومن خلال هذه يخلص الأستاذ أنه لا بد من الاقتداء بالمناهج المعاصرة وإعادة النظر في قراءة المضاد. فمن خلال هذه المداخلة نستشرف المستقبل المنظور بتوثيق الأصل توثيقا علميا وأكاديميا لاستيعاب التوجه وتصحيح الأود تجنبا لكل منزلة. لله ذلك يا أستاذ. الآن ننتقل إلى المحور الثالث، وبداية الأستاذ الناجي الذي كان قد تكفل بهذا المحور تعذر عليه الحضور، فأخذ هذه المهمة الأستاذ الدكتور محمد الحاتمي، فهو أستاذ تعرفونه جميعا، وما دامت المناسبة الشرف فهو من الأساتذة المهتمين بالأدب السوسي، وهو في شعبة الآداب، فليتفضل مشكورا. حول الإشعاع الروحي للطريقة، ففي البداية اعتنى بالجانب التقني خطوة خطوة، عنوانا وموضوعا وتعريفا بأصحاب العروض. في النقطة الثانية قدم الكتاب موضوعاتيا، حيث انطلق من التصوف من المتصوفة أو التصوف من المؤسس وعمد المعتمد في الطريقة الجازولية، كما استعرض بعض المظاهر المتداولة في مواطن التلقين وغيره، واعتمد كذلك على بعض النماذج التي اشتهر بها المغرب حواضره وبواديه، بل اشتهرت في دول المغاربية وفي أقاصي العالم الإسلامي. وفي النقطة الأخيرة أدلى بمعطيات روحية حول دلائل الخيرات، واستخلص أن قراءة هذا النص هي أن هذا النص يحمل نصا أو مظنة سنية ووسطية بسيطة اخترقت الطريقة. وكما أن هناك جانب إسلامي وهو اعتناء المريدين واعتناء أصحاب التصوف بهذا الكتاب اعتناء قل نظيره إذا قرنت الطريقة بطرق أخرى. الآن ننتقل إلى الله يا أستاذ. الآن ننتقل إلى المحور الرابع والأخير، وسيتكفل به الأستاذ محمد المازوني، فهو من ذوي الاختصاص، اختص في التصوف تنظيرا وبحثا في مضمرات نصوصه، فهو من المتخصصين الذين اعتمدوا على النصوص وقاربوا أو اعتمدوا مقاربة هذا الحقل لأكثر من 30 سنة. فليتفضل مشكورا. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك من النصر الجزم. السادة العلماء فضلاء، زملاء الأساتذة، أيها الحضور الكريم، بداية أود أن أثني على كل الجهات التي وقفت وقفة مخلصة في تكريم هذا الرجل بين أهله ودوله.
كما قالت الأستاذة الرجي لم يكن بإمكان أن تخرج أعمال ندوة في زمن قياسي كما حصل مع ندوة الإمام. اسمحوا لي أن أستعمل الإمام وأحذف ما بعده. ندوة الإمام في وقت قياسي، ولعلي أميء بذلك لذوي الإدراك الصوفي أن في ذلك ما في ذلك، فلتقرأ من باب الكرامات. قلت هذا وكنت من الأوائل الذين نظروا الوقت والجهد ليتحقق المراد. كنا ثلة من الحالمين، لكن العزم والإيمان بهذا الرجل وبمجهود هذا الرجل على هذه الأرض الطيبة لهذه البلاد السعيدة ولعالمنا الإسلامي على وجه العموم ساعدنا الله سبحانه وتعالى على تحقيق ذلك. شكرا للسادة الأساتذة. في هذه المداخلة استهل الأستاذ مداخلته بالإشارة إلى هذا العمل المقدم حينما كان بين عتبتي المنطلق والمحقق، فوافق الدال المطلوب وانتقل إلى محاربة علمية استهلها كذلك بقراءة نص منقبة. ومن خطوات هذا العمل أو ما قدمه الأستاذ، الخطوة الأولى النص الصوفي، دلالته، مؤشراته، أبعاده، ومصادره وتوجهاته الاستغراقية. وانتقل إلى ضيوع الطريقة إنتاجا وتكليفا، وأشار عرضا إلى أن المغاربة لم يعتنوا بهذا النص كما اعتنى به غيرهم في بقاع أخرى. وانتقل إلى المرحلة الثانية وهو تحليل الخطاب الصوفي وفق حقول مختلفة وأبعادها الروحية والتربوية وإشكالات الإسلام. وختم عرضه مشكورا بضرورة قراءة النصوص قراءة تواكب روح العصر، وبضرورة اعتناء العلماء بهذا الرصيد وبهذا التراث. وأشار إلى بعض التبتلات التي يعيشها العالم الآن ولله من بعد ومن قبل، ونشكره على هذا التقديم.